السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح أو مساء الفل على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف خير. هنبدأ روتيننا إن شاء الله بإذن الله كده مع بعض. وده كان روتين ليلة العيد زي ما بوريكم. حطينا الحلويات وجهزنا الدنيا، وهنا بقى بدأت بالريسبشن. الدنيا طبعا فيه كانت منهارة بسبب اللعب بسبب ان احنا بنقعد في المكان ده على طول، وكان عندنا غسيل عايز يتنشر والدنيا كانت بايظه خالص. فده كده كان شكل الريسبشن. يعني سبته ودخلت على المطبخ اشطب المواعين بتاعتي علشان خاطر النهارده هنعمل اكل كتير، يعني بمناسبه ليله العيد وكده، وهنعمل اصناف كتير. فقلت اوضب المطبخ وادخل ابدا التتبيلات بتاعتي. فاول حاجه بدات اتبل الفرخه ببصل وفلفل الوان وتوم، وطبعا شويه زيت وخل ودبس رمان وصويا صوص. وبدات اعمل حشوه الرز بتاعه المحشي. كنت هعمل ورق عنب وهعمل ممبار، فبدات عملت الحشوه كده سريعا سريعا، وحطيت البهارات هنا كده زي ما بوريكم: ملح وفلفل اسود وكزبره وكمون وبابريكا. وببدا احط الخضره وهبدا على طول اعمل ورق العنب. بحط بصل بس في ارضيه الحله، وبعصر ليمون واحط دبس رمان على الرز نفسه، وبعد كده ابدا احشي بيه ورق العنب. خلصت ورق العنب وشلت باقي الحشوه دي للممبار. وهنا كده كنت شطبت الريسبشن فبوريكم. كنت الحمد لله كده خلصت، لمعت كل حاجة. احنا غاسلين الحيطان وغاسلين الارض وغاسلين كل حاجة مع بعض. فالحمد لله ده كان المنظر النهائي للريسبشن. طبعا الحمد لله خلصته، وقلت بقى ابدا ادخل على غرفة النوم بحيث ان انا ارتب الشقة كلها تبقى مترتبة. و حركت السفرة وغيرت شوية حاجات كده عن يعني في الديكورات. قلت علشان خاطر العيد وعلشان خاطر الحركة بتاعتي تبقى اسهل. وده كده كان المنظر النهائي. فهبدأ بقى كده ادخل على غرفة النوم. طبعا هي كانت عايزة تترتب، فقلت ارتبها وبعد كده ادخل بقى على معركة الاكل. فهنا ده برضو كان الشكل النهائي لغرفة النوم. رتبت الدنيا وفرشت الكوفرت دي، وزي ما بوريكم كده يعني ريحة الورد انا برش عليه معطر، او لما بولع بخور بشغلها جنبه، فما شاء الله بيلقط من الريحة بتاعته. فهنا كده ده كان المنظر النهائي لغرفة النوم. هبدأ بقى ادخل على المطبخ علشان خاطر اشطب الحاجات اللي ورايا. فهنا كده هبدأ اعمل مكعبات التلج دي كده بتوت ورق نعناع وليمون. فهبدأ احط عليه المية كده، وجهزت العصاير وهدخل بقى قالب التلج السيليكون ده هدخله الفريزر، وهدخل العصير التلاجة. وقلت كده ابدا املى بقى الجراد بتاعه الحلويات دي. فبدات احط التشكيله كده اللي احنا كنا اشتريناها في سلسله المشتريات بتاعه عيد الاضحى. فهبدا اوزعها كده. وطبعا الحاجات دي سبحان الله بيبقى ليها بهجه يعني كده. فكل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بالف خير. فكده كنت جهزت بقى التسالي وجهزت كل حاجه وجهزت العصاير وحطيت الحاجات دي كده. طبعا سبحان الله يعني مهما الواحد كبر بيبقى صغير في الاعياد، بيحب الحاجات دي قوي يعني. وهنا بقى قلت ادخل بقى اكمل باقي تتبيلات الاكل. هنا كده كنت هعمل بفتيك، فجهزت ببصله وفلفل اسود وملح وكمون وعصره ليمون. وهنا كده الفرخه دي كانت التبليك كان تاني يوم، وشويت معاهم حبه الخضار دول. والممبار كان وصل فبدات احشيه كده. طبعا حطيت بهارات اللحمه والفراخ اللي انا بجيبها دي في الميه، وبدات انزل بالممبار واحده واحده، يعني اللي موجود على الميه، يعني على الميه ده مش ريم. وقلت اعمل صينيه جلاش علشان طبعا اليوم ده الناس بتبقى عازمه بعض، بنودي لجيراننا وكده واصحابنا وكده. فعملت صينيه الجلاش، وبدات كده ان انا كمان كنت سبت البفتيك حبه في التتبيله، وبدات ان انا اعمله. فبوريكم منظر الاكل كده. طبعا شايفين الفراخ ده بدوب وشكلها وطعمها ما شاء الله. الاكل كله بصراحه كان يجنن، يعني ربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. وكل سنه وانتم طيبين وكل سنه وانتم بالف خير. فالحمد لله كده ده كان المنظر النهائي للفطار يوم عرفه يعني. فالحمد لله تمت مهمة الاكل على خير. طبعا بقى لسه محتاجين ان احنا نهتم بنفسنا، وما اقولكوش المطبخ كان عامل ازاي، برغم ان انا ايدي في المواعين كانت اول باول. بس طبعا الدقيق منطور والبوتاجاز مكان الزيت والقلي وكده، فالدنيا كانت بايظه خالص. لكن قلت طبعا ايه لازم تخلص، لان ده طبعا عيد، فمش هينفع تبقى حاجة بايتة يعني. حتى لو ايه هدوس على نفسي واعملهم،
فقلت اصب كده فور الاكل ومكعبات التلج اللي احنا عملناها بالفواكه والنعناع والليمون دي. فما شاء الله كانت تحفه جميله قوي. هجربها ان شاء الله تاني، ولكن هجربها بفاكهه بس بدون ما اضيف ميه، هشوفها هتبقى عامله ازاي. فالحمد لله صبينا الحاجات دي، والباقي شلته علشان خاطر افضي مكعب التلج ده واغسله بالمره. فالحمد لله كده كنت خلصت بقى، وقلت ابدا على معركه المطبخ. طبعا محتاج تنظيف وترويق رهيب. ف زي ما بوريكم كده، ده كان المنظر النهائي بعد ما خلصت برضو المطبخ وشطبته. والحمد لله الشقه كلها طبعا كانت نظيفه. وقلت اولع بخور بقى علشان خاطر لو في بواقي ريحه اكل ولا حاجه. فولعت البخور كده، وقلت بقى ايه اطفي النور واقعد استجم شويه واشوف طبعا ايه بيجامه العيد بقى والحاجات بتاعتنا. فجهزت لنفسي كده البيجامه، وجهزت الحاجات اللي انا استخدمها معاها. انا ناوي اعمل ميك اب خفيف، فجهزت الفواكه الاول بقى، قلت للي ياكل، وشوكولاتات قلت للي ياكل. وشغلنا قرآن في البيت كده، ودخلت بقى علشان خاطر اشوف البيجامه واشوف لبس بنوتي علشان خاطر انيمها بقى. فجهزت البيجامه كده وحاجات الميك اب الخفيف، وطبعا مزيل العرق والحاجات دي. ودي كانت العبايه اللي انا كنت ناويه اصلي بيها، ودي كانت السوربيتا بتاعت بنوتي والحاجات اللي بستخدمها قبل ما تنام. وطبعا بقى طلعت شوية التسالي دول. فيا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف خير. ربنا يا رب يجعل أيامنا كلها أعياد إن شاء الله بإذن الله. أشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايكات، ويا ريت لو في أي حاجة تتفاعلوا بقى بالتعليقات. أسيبكم إن شاء الله في رعاية الله. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بخير.